عسلامة ومرحبا في فيديو جديد. كالعادة دبارة في ليلة سيدي رمضان، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندي ميني بيتزا، عندي جنارية محشية وعملت برودو. للميني بيتزا عملت العجينة هذه تعرفوا طرية طرية، حسيلو حطيت الفارينة أقل شوية مرطل، حطيت كعبة بيتي سويس، يعني بيتي سويس بلاش سكر، هذيك الناتور. وزدت مغرفة خميرة كبيرة، شوية زيت ملح شوية سكر فوقك الخميرة، وباش نعجنها بالماء الدافي. تعرفوا العجينة هذه تصلح لكم الكل شيء، طرية طرية تهبل. البيتي سويس هذاك يعني يعوض الياغورت، كلمة محسن معناها. شوفوها كيفاه في اليد هكا تحسوها رطبة محلاها. باش نخليها تخمر وباش نبدا. هذه وصفتي اليوم. عندي خضرة البرودو، هذيك السبناخ والسفنارية طماطم، البراسية البوارو هذيك، حاسيلو وكل الجدرة، حاسيلو متاع البرودو، وحمص والعدس. انا عندي العدس هذا جويد به، وعندي فخاز متاع دجاج، وللقنارية محشية أتا نشوفوها من بعد. باهي باش نحط كل شيء مع بعضه. اسفل انا باش نخليهم هكاكا يعني القش، ومن بعد جوست باش نرحي السفنارية وكالسبناخ والحمص لا يعني تشوفوه، يعني نحي هكا جوست هكا السفنارية وكالحاجات الكبار ونرحيهم، يعني نرحيهم هكايا. وكالحمص هذاك نخليه هكاك حاسيلو. زدت شوية زيت، مغرفة صغيرة كركم، ملح باش نغطي عليه ونخليه يطيب في عقله، ولا تحبوا في الكوكوت ولا كيما تحبوا. المهم تخليوه اللي يطيب. انا خليته طاب لين هيك الخضرة هبطت زبدة. به جبت لهنا لحم مفروم، قصيت معدنوس بصلة، وباش نعمل القنارية محشية. بالطبيعة النعناع هذاك في كل، يعني ديما مع اللحم مفروم يمشي ياسر النعناع. الشايح حطيت مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل مرحي، شوية فلفل أكحل، جبن بالطبيعة لازم الجبن. وباش نعمل كعب عظم. لهنا العظم لازم خاطر باش وجدت الزيت العظم باش الحشو هذاك يلصق لنا في كعبة القنارية. باهي زدت الملح شوية تابل وكروية، سنتين ثوم هكاك قصيتهم جويدين هكا هاو، باش نخلطهم الكل مع بعضهم. هيك العجينة هذيك تولي عجينة يعني. نخلطوها الكل لين تندمج مع بعضها. كاو باش نجيب القنارية. انا كنت باش نعمل قنارية صافي، ومن بعد في اخر لحظة بدلت، قلت خلينا نزيد فيها كعيبات بطاطا وكعيبة طماطم. عملت عصرة قارص فك الماء، ومن بعد كل كعبة هكا نشد ندهنها بالكدا بالكدا بالقارص. لهنا زاد راس بصل صغير يبنن على الاخر البصل، وكعيبة طماطم باش نحط الزيت يتقلي، ونبدا يعني نعبي الكعبات ونقليهم. ولا هكا كل كعبة نعبيها هكاكا. هاكا شوفوها كيفاه، يعني عبيوها ورصوا هكا باش يدخل لكم الداخل الحشو، يعني ما تجيش فارغة من داخل، وباش زادة تلصق، يعني الحشو هذاك يلصق. كاهو كملت هذيك البطاطا والطماطم والبصل. كما قلت لكم جربوا كعبة البصل المحشية، تعرفوا تسيب البنة متاعها. هاي هذه البصلة تسيب البنة فك المرقة وتجيكم بنينة. به هذه كعبات الطماطم، كل حاجة منها كعبتين، أنا غير الطماطم والبصلة كعبة كعبة وكهو. رمضان نعملوا شوية شوية، الماكلة راهي تقعد يعني. أنا لما حالة يعني حتى اللي بيت رانا نسخنوه وناكلوه يعني عادي. أنا نطيب ديما متاع نهاري. باهي لهنا هوكا كملت تحشيتهم، باش نبدا نقلي فيهم على نار ريتو ما تحطوش نار قويه، خاطر الزيت هذاك هو اللي باش نعمل بيه الصوص. من الاول نحطوها هكايا على وجهها باش تاخو يعني هكا الشوك، وما عادش الخليط ما عادش يخرج لنا، ونبداو نقلبوا فيها. انا بالنسبه لي البطاطا راني نقعد نقلي فيها عشيرات الكل، يعني كل مرة ندور شيرة لين تتقلى، يعني مش هكاكا في الطياب في ساعة في ساعة تجيب وتجيب نينة زاد. هاوكا شوفوها هيك القنارية صحيح ريتوها كيفاش تحمار، ما عادش تخرج هكاك. البطاطا كما قلت لكم كل مرة ندورها، الا الطماطم باش نخليها يعني جوست هكاك الشوك من فوق بركة، ما نخليهاش تجيب.
خاطر كان تخليوها تطيب باش تمشي يعني وتزيد تحطوها في المرقة راهو تمشي لكم. كهو لهنا كملتهم الكل. هكا الزيت هذاك نقصت منه وحطيت فيه راس بصل صغير، وباش نجيب طماطم هكا كنقصوها تريفات والا ترحيوها كيما تحبوا. اما انا ديما نعملها هكا تعجبني على الاخر يعني يجي الصوص نتاعها ياسر بنينه. به باش نقليهم بالكدا هكا البصل والطماطم. انا توا باش نغطي عليها حطيت مغرفه صغيره تيبل و وسنه صغيره ثوم وملح باش نغطي عليها هكايا بالخطا، نقص عليها ونخليها لينا كالطماطم تطيب على الاخر. باهي لهنا هاكا كيما تشوفوا البرود متاعي طاب باش نحي هكاكا السفنارية وشويه ماك الكلافس مش كلافس اي حتى هو فيه الكلافس السبناخ وكالحاجات الكبار رحيتهم، والحمص والواحد هاك العدس قعدوا اللوطه يعني ما نرحيهمش. كهو باش نحطهم في الهشوار هذيك ونبدا هكا عرفتوا يعني نضرب ونوقف هكايا فهمتوا باش ما يترحاش على الاخر. ما نحبوش سوبك اللي كيما اللي بالبغاه هذيك ما نعملوش، ما نحبوش هكاك، نحبو هكا القش البرود نتاعنا قبل نرحيوه بك الرحاية هكايا هاوك. بعد زدت وك الماء هاوك الحمص قاعد فيه. قبل كما قلت لكم نرحيوه بك الرحاية هذيك متاع اليد تجي ياسر بنينة، وثم اللي يقصوا جويد ويخليها هكاك. احنا ما نحبوش، نحبوه هكا مرحي بنين يجي. باهي هكا البصل والطماطم هذوكم ذبالوا على الاخر، زدتهم غرفة صغيرة طماطم غرفة صغيرة هريسة، وباش نزيدهم الماء وعرشتين رند. الرند مهم جدا في المرقة هذه، راهو هو اللي يبدل لها الطعم متاعها، يعني فيه جو وحدها بصراحة في المرقة هكا ياسر يبن. هكا هاو بعد باش نزيدها الماء ونخليها دوبة هي تغلي. انا نرمي القنارية وكل بطاطا والكل يعني جست هي تغلي وانا نرمي خاطر صاي طايبة. فوالا لهنا هيكا صايي باش تغلي هيكا غليت. تويكا نحط داك الكعيبات متاعنا هكاك نرصفوهم. تو هما عادي يطيبوا ويسيبك اللحم هذاك يسيب القوم تاعو هكا، وانا ساعة نقلبهم مرة منا باش يطيبونا بالكدا. وكما قلت لكم هكا اللحم يسيب الطعم في الصوص هذيك هو ديجا سيبها يعني كي نقلي فيه لهنا. كي طابت زدت شوية جبن موزاريلا فوق هذوكم القنارية والبطاطا والكل، وغطيتها بالخطا وخليتها هذيك طابت. به هكا العجينة متاعنا شوفوها شوف، تعرفوا العجينة تهبل والله. البيتي سويس هذايا ولا الياغورت ناتوريل والا الكريم فريش، العجينة يردها الطرية يردها حاجة أخرى يعني غير العجينة اللي عادية يعني فهمتوا. باهي حليتها هكاكا مش جويدة ومش خشينة، وباش نجيب هكايا الدائرات هذيكا ونعمل دويرات هكا ولا كوير مش كويرات هاد دائرات. باهي بالنسبة للصوص انا خذيت الصوص الحاضرة حطيت لها شوية كليل وزعتر هيك كيما وريتها لكم. الحكة هذيك المرحية يبيعوها حاضرة، حطيت شوية كليل وزعتر شوية زيت زيتونة ملح وكها وخلطتهم. وتوا باش نحط في فوق كل كعيبة هكا الصوص والفرماج. السر لهنا راهو في البيتزا هذه لازم الصوص يعني فيها برشا صوص تعملوهاش شايحة، يعني حاولوا تعبيوها بالصوص. لهنا انا باش نحط شوية ايمونتال ومن بعد نحط فوقها الموزاريلا فهمتوا، يعني كان باش تحطوا كلها موزاريلا يحب لكم زوز باكوات. انا ديما نعمل هكا يعني باكو ايمونتال والموزاريلا هكا نزيد منها من فوق فهمتوا، زوز انواع يعني. لهنا طابت شوفوها خسروا كيفاش تنفخت وتعرفوا طريه هتا تشوفوها معايا طريه على الاخر والله. العجينه هذه هاني قلت لكم شوفوها ننصحكم بها هي. قلت لكم الصوص طماط تحطوه بزيت. لاني حليت كعبات اخرين باش نعملهم تشوفوهم، حطيت شويه هكا مغرفه صغيره نتاع الطماط هذيك فوقها شويه طن وشويه فروماج وباش نكعبرهم هكا نشدها نلمها العجينه تولي كيما الدايره، ومن بعد نحلها هكايا شويه بالطول فهمتوا.
هيك كهو من بعد دهنتها بشوية حليب ورشيت عليها شوية سينوج. هذيك هيك طابو، هذه البيتزا طابت، شوفوها كيفاش تولي. الطن تزيدوه ديما من الاخر. انا شويه حطيت فيهم طماطم ومعدنوس وشويه لي كل واحد كيف يحب ياكل. هذوكم الخبيزات الصغار. حاسيلو هذايا كان عشانا لليوم برودو وقنارية محشية وميني بيتزا وخبيزات هكاكا وسليطة وبسلامة في فيديو جديد.